السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حواوشي المحلات، بس هنعمله في البيت بطريقة اقتصادية وموفرة، وكمان هنعمل كمية كبيرة جدا بنص كيلو لحمة بس. يلا ندخل على الفيديو على طول، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بسبسكرايب للقناة، وكمان لايك، وكمان مشاركة مع اصحابكم للفيديو. يلا بينا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين بقى شكل اللحمة جوه الحواوشي، والحواوشي بتاعنا خطير وطعمه لذيذ جدا. اول حاجة كده انا جبت الكبة فرمت فيها البصل بتاعي ده 4 بصلات كبار، فرماهم فرم خشن تمام، و4 برضو قرون كده او 5 من الفلفل. لو بتحبي الحراق حطي كده قرن سبايسي يخليه طعمه حلو جدا. جبت كمان نص كيلو من اللحمة وفرمتها زي ما انتوا شايفين كده. اقول لكم بقى، اللحمه طبعا لحمه بلدي او مستورد دي حاجه ترجع لك انت براحتك خالص، استعملي اللحمه اللي تعجبك. فرمتهم كده زي ما انتم شايفين. البصل يا بنات، كل ما بتكتري البصل في الحواوشي بيكون حلو جدا، والابيض كمان بيكون لذيذ. هنا بقى جبت نص كوبايه من البرغل، وغسلتها كويس جدا بالمصفى، ونقعتها 10 دقايق في ميه سخنه وصفيتها كويس جدا. حطيتها كده بعد ما صفيتها في الكبه، وحطيت عليها تقريبا كده 100 جرام من الدهون، وهحط كده برضو نص كمية البصل، وافرم بقى البرغل بتاعي ده فرم كده ناعم جدا لحد لما يتفرم معايا كويس جدا. هنزل بقى ببقية كمية الخضار اللي عندي، هنزل كده شوية بشوية لان الكبة يعني علشان ايه تعرف تفرم كويس. ما تنسوش بقى لايك يا بنات. عايزه اقول لكم ان البرغل مش بيبان خالص، اهم حاجة ان انتي تفرميه فرم ناعم مع اللحمة والمكونات كلها، مش هيبان خالص. عايزه اقول لكم برضو ان انتي يعني ما تحطيش كمية البصل كلها في الاول، سيبي كده 4 5 معالق في الاخر تحطيهم علشان يبان طعم البصل في الحواوشي بتاعنا. والبصل الابيض بيكون حلو جدا جدا في الحواوشي تمام، بس المتوفر يعني اللي كان عندي كان احمر، مش هتفرق يعني. هنا بقى حطيت كده التوابل، حطيت معلقة ونص تقريبا من الملح، من المعالق اللي هي الصغيرة. حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر، وحطيت كمان معلقة من توابل الحواوشي. لو مش متوفر عندك توابل الحواوشي حطي معلقة صغيرة مليانة من توابل اللحمة. حطيت رشة فلفل اسود، يعني البهارات اللي بتحبي تضيفيها ممكن تحطيها، بس دي الاساسي اللي انا قلتلك عليه، فلفل اسود. التوابل اللي هي الحواوشي دي بتتشرى من عند اي عطار، وممكن تستغني عنها بتوابل اللحمة تمام. هتحطي كمان معلقة كبيرة مليانة من البابريكا علشان تدي الحواوشي بتاعنا لون حلو، ودي مهمة جدا. هنا بقى فرمت كده كل المكونات، وزي ما قلتلك تسيبي معلقتين 3 كده من البصل في الاخر تحطيهم، يعني ما يتفرموش كويس، احنا طبعا فرمينهم فرم خشن في الاول، هنحطهم في الاخر علشان يدوا طعم كده للحواوشي جميل تمام. هنا بقى فتحت كده الارغفة بتاعتي، وببدأ ان انا احشيها بالحواوشي بتاعي او الخلطة بتاعة اللحمة اللي عملناها. وبدهن كده العيش بتاعي، يا تدهنيه بزبدة يا بسمنة يا بزيت، اللي انتي عايزاه اعمليه. ما تنسوش يا بنات سبسكرايب للقناة، وكمان لايك كده جميل علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. هنا زي ما انتوا شايفين طبعا حطي بقى كمية الحشوة اللي انت عايزاها، يعني عايزة اقولك ممكن تحطي اكتر من كده كمان في الأرغفة. النص كيلو اللحمة عمل معايا يعني 14 رغيف زي ما انتوا شايفين بالحجم اللي في ايدي ده. دهنت الصواني بتاعتي وسخنت الفرن كويس جدا، ودهنت كده الأرغفة بتاعتي برضو بمادة دهنية، وبعدين حطيتهم في الفرن. كنت مولعة الفرن من تحت ومن فوق، وتابعته طبعا اول ما بياخد لون من تحت بقلبه على الناحية التانية، او برفع الصينية تحت الشواية. انا كنت حاطة صينيتين في الفرن، فكنت كده بدير الصواني يمين وشمال وادير لحد لما يستوي معايا وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفرن على حسب درجة حرارتك، انا حطاه على اعلى درجة حرارة في الفرن تمام.
زي ما انتوا شايفين مستوي وطعمه جميل وكمان جوسي كده وخطير. ما